أهلا وسهلا بكم في زابينج 9 مساء. نبدأ اليوم باختيار ملكة جمال تونس، واللي إذا نقارنوها بملكة جمال فرنسا ولا إيطاليا ما نجم نقولوا كان ندبهم. في نفس المسابقة رينا أجواء في الكواليس حلوة ياسر. ورينا صديقتنا ملكة جمال القصرين تعمل تصريح قضاء نهائيا على حظوظها في الربح. بابا حتى انت توحشتك برشا، وماذا بي تجي تحضر تشوف بنتك وما تخافش عليا، تعرفني ديما راجل، تعرفني ديما راجل. على الوطنية الأولى رينا تدخل جديد من الأستاذ قيس سعيد في كلامه على السيدة سهام بادي. من آلة الدست لم يعطى الوزير سوى لحيته يشد بها في حال إيمائي، فهو الوزير ولا أزر يشد به مثل العروض له بحر بلا ماء. إذا فأنت تنتجي بتاج الحب وتحلتي بكل ما كان الفؤاد كمنتج. بالنسبة لمستوى المعيشة تابعنا بكل اهتمام محاولات السيد الرئيس إطفاء نار الأسعار، أما من غير جدل. بالنسبة للسباق نحو الرئاسة فإنه كل الآراء تدل على تنافس كبير بين السيدين راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي للوصول للحكم. نختم فقرتنا اليوم بالهجوم الغير مسبوق من القراصنة العرب على المواقع الإسرائيلية، فتساهم بذلك في وصول البلاد إلى عنق الزجاجة، وبعد ذلك سيكون سهلا على الحكومة القادمة إخراجها من كامل الزجاجة، واللي خلى رئيس وزرائهم يدلي بتصريح جديد. لذلك فإني أغتنم هذه المناسبة الأليمة لأقدم اعتذاراتي للشعب على التقصير، بما أنني مشني أنتيفريس باش نشرف على حواسيب الكل، وأؤكد لكم أنهم سوف يحاسبون بكل حزم، والسلام عليكم. ظاهر مش متابع مليح حسام مسابقات ملكة جمال تونس، لأنه المسابقة هذه كانت ملكة جمال سيدي بوزيد وماهيش ملكة جمال القصرين. متابع بالكدا أنا في قناة تونس في ملكة تونس تونيزي. فاصل.